اقدر اقولك ان شعرك هيتحول 180 درجة من البرشام القمر ده. ان كان شعرك ما بيطولش هيطول، التساقط عندك كمان هيتمنع خالص. مكوناته طبيعية 100%، سعره مش غالي خالص ومتناول كل البنوتات. تابعي الفيديو للاخر عشان هتستفادي جدا جدا وهتدعيلي في الاخر. فول يا حبوبات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ويومكم جميل وقمر زيكم. احلى فصل في حياتي الشتاء. الشتاء جه يا ولاد، يعني سقفه كبيره جدا للشتاء، راحه وسكينه كده وهدوء وجو كده خطير. انا مش عارفه في ناس ازاي مش بتحب الشتاء، والله منهم بنتي ربنا يسامحها. في المفيد على طول، الفيديو النهارده بيتكلم عن برشام قمر، اختراع بجد، حاجه كده من الاخر. انا نفسي ما كنتش مصدقه النتيجه ولا مصدقه ان في برشام ممكن بالسعر ده يعمل الحاجات الخطيره دي كلها. بيطول، بيتقل، بيشتغل على الشعرايه بطريقه حلوه جدا، بيقويها كمان، مش سهل ان هي تتكسر بسهوله، ودي احلى حاجه بجد كل البنوتات اصلا محتاجينها. كنت واحده منكم بحب جدا اجرب اي حاجه تكون كويسه او جديده او فعلا مفعوله، ان انا هشوف منها حاجه كويسه، تركيبتها كويسه، سعرها مغري زي البرشام اللي انا هطلعه لكم حالا واوريه لكم. هنا القمر الخطير ده برشام التوم، اسمه توماكس بلس. ده شكله، هو بيحتوي على 50 قرص، اوته كلها طبيعيه، امن جدا جدا، مفيش منه ضرر خالص خالص. بس في حبه موانع كده وفي حبه ناس مش هينفع ياخدوه، فهقول الموانع دي في اخر الفيديو علشان محدش لا قدر الله معدته تتعبه او كده. زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو ان هو مكوناته طبيعيه 100%، لان هو كل المكونات بتاعته عباره عن توم اصلا، بس مفيش اي حاجه تاني غير التوم. فاحنا عارفين جدا فوائد التوم للشعر وبنتكلم عنه كتير جدا جدا. ناس بتاخده كمان سليم كده على الريق، معروف ان هو بيعمل حاجات حلوه جدا في الجسم، معروف ان هو بيشتغل على الشعر، صحه الشعر، وبندخله في حاجات كتيره جدا جدا عشان يقوي جسمنا ويقوي شعرنا ويقوي كمان الضوافر بتاعتنا. صراحه ما كنتش مصدقه ان في برشام ممكن يعمل الحاجات الخطيره دي كلها وبالسعر ده، غير اما جربته فعلا وجبته رخيص جدا جدا، مش بيتعدى ال 50 جنيه. 50 قرص، في 50 قرص ده هيقعد معاكي حبه حلوين، يعني ممكن يقعد معاكي شهر. لو انت الحاله مستعصيه قوي هتاخدي برشامتين في اليوم، لو انت الحاله كويسه او متوسطه هتاخدي بس برشامه واحده في اليوم. بعد الفطار تكوني واكله ودباها كده وجبه دسمه حلوه في الفطار، ما تكونيش واكله اي حاجه هبل، يعني ان هو بيمتص الوجبه دي او الفوائد اللي في الوجبه دي وبيشتغل بيها على شعرنا. ايه الحاجات بقى القمر اللي بيعملها في الشعر وبيشتغل عليها قوي قوي؟ اول حاجه واهم حاجه ان هو بيطول الشعر جدا جدا وفي وقت قصير. تاني حاجه ان هو بيقوي كمان الشعرايه، بيخليها جامده ومتماسكه. يعني انت لو شعرك ضعيف او شعرك من النوع اللي هو يعني الشعرايه بسيطه كده ورفيعه، بتتكسر من اقل حاجه وبتتقطع من اقل حاجه، اشتغل على الموضوع ده كويس جدا جدا. التكسير والتقصف والهيشان والحاجات دي كلها هتتعالج تدريجيا مع استخدامك للبرشام ده فتره كده كويسه. حاجه استمري عليه شهر، من شهر ل3 شهور علشان تشوفي نتيجه حلوه. بس هو عامه النتيجه بتاعته بتظهر بسرعه لو انت استمرتي عليه ما قطعتيهوش خالص. كمان بيشتغل على ضوافر الايد، ودي حاجه خطيره، وكل البنوتات طبعا انا عارفه ان هي بتحب ان هي تربي ضوافرها وبتحب ان ضوافرها تبقى قويه وشكلها حلو وجميل كده. يشتغل لك يا ست الكل كمان على الضوافر. حاجه خطيره احنا مفتقدينها قوي اليومين دول، وبجد انا واحده منكم، وهي الطاقه. مفيش طاقه خالص، مفيش نشاط، مفيش حيويه، مفيش اي حاجه غير ان احنا عندنا نفسيا كده مش تمام بسبب الاحداث اللي حوالينا. طبعا الدعاء لاهل غزه، ربنا يفك كربهم يا رب وينصرهم نصرا عزيزا عن قريب. محتاجين حاجه تقوي الطاقه بتاعتنا جدا جدا اليومين دول، وهو بيشتغل على الطاقه بتاعت الجسم والنشاط بتاع الجسم. حاجه برضو انا لاحظتها الحمد لله الفتره الاخرانيه، لان انا كنت همدانه جدا، مش بعرف اقوم اعمل اي حاجه، نفسيا زيرو خالص، مفيش. تدريجيا ان انا فعلا ابتديت اقوم، ابتديت ان انا اتحرك ويبقى فيه طاقه كده وفيه نشاط، فدي حاجه قمر قوي. كمان واقي من السرطان، وواقي كمان ان هو بيديكي مناعه حلوه جدا جدا. زي ما قلت لكم، اللي حابب ياخد برشامه بس بعد الفطار وشايف ان شعره حالته متوسطه تمام. لو شايفه ان انت حاله شعرك تستدعي ان انت تاخدي 2، خدي 2 بعد الفطار. بعد الفطار بنص ساعه خدي برشامتين. انا بعمل حاجات اللي بنات كتيره جدا جدا سالوها لي لما نزلت الفيديو بتاعه وتفاصيله على التيك توك. ما تنسوش صحيح تتابعوني على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى الانستا، هسيب لكم كل الاكونتات تحت الفيديو ده. هو يا ست الكل بيأثر على شعر الجسم وبيتقل شعر الجسم ولا لا؟ لان في بنوتات كتيره الفتره دي بقت تعمل ليزر، وبنات كتير عرفت الليزر كانوا قلقانين جدا جدا من النقطه دي. فدي النقطه دي انا اول واحده فيكم هبقى قلقانه جدا وهسال فيها كويس جدا قبل ما استخدمه. انا بقالي فتره كبيره بعمل ليزر وما ينفعش ان انا اضيع المجهود والفلوس المانيز دي كلها
على الارض طبعا. هو مش بيأثر خالص على شعر الجسم، ومش بيطول شعر الجسم ولا بيتقل ولا الكلام الفاضي ده خالص، لا. الفرق بقى يا ست الكل هتشوفيه من اول اسبوع، هتحسي فعلا بفرق في شعرك. ركزي مع شعرك جدا جدا، وما ننساش اهم حاجه ان احنا ناكل كويس واكل صحي. مش معنى اكل صحي ان احنا ناكل خضار على طول او ناكل حاجات هيلثي على طول، لا، بس نحاول ندخل حاجات كويسه كده في وسط اليوم، خضار، سلطه مثلا، حاجات بقى انتوا عارفين طبعا الاكل ده مش هنقلب الفيديو هيلثي، لا انتوا سرشوا بقى على الحاجات اللي ممكن تدخلوها في يومكم وتظبط شويه معاكم، تدي نتيجه حلوه وسريعه برده مع البرشام. باكد ان هو امن جدا جدا، بس ممنوع مع ناس معينه، وهقول لكم دلوقتي حالا هو ممنوع مع مين. حد لا قدر الله لسه قايم من جراحه او عمليات فهو ممنوع عنه خالص. كمان مرضى السكر واللي بياخدوا ادويه السيوله برده ما ينفعش ان هم ياخدوا البرشام ده خالص. حد عنده قرحه في المعده او بيعاني من القولون فبلاش برده البرشام ده ياخدوه خالص. اخر حاجه ممنوعه وهو ممنوع برده للاسف عن اللي بيرضعوا والحوامل، كل الحاجات اللي ممنوعه على الناس اللي ممكن تكون تعبانه او بتعاني من امراض مزمنه. متوفر في جميع الصيدليات، هتلاقوه ان شاء الله بسهوله جدا جدا. انا لقيته يعني في صيدليه عادي، ما قعدتش انكش عليه او ادور عليه، لان برده في بنوتات كتيره بتتضايق ان هي مثلا ان هي بتدور على حاجات وبتلاقيها ناقصه او مش بتلاقيها اصلا. هتلاقوه بمنتهى السهوله. سعره قلت لكم مش بيتعدى ال 50 جنيه، يعني انا جايباه ب 45. جربوه ان شاء الله هتلاقي منه نتيجه قمر قمر قمر. ولو انت لسه بتتابعيني من اول الفيديو لحد اللحظه دي فشكرا جدا جدا ان انت تابعتي الفيديو للاخر. شيريه لاصحابك عشان هم يستفادوا، حبوباتك وكل قرايبك الفيديو عشان ده بيفرق جدا جدا معايا، والفيديو يوصل لاكبر عدد من البنوتات. ما تنسوش تتابعوا كمان الاكونتات بتاعتي على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى الانستا. اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.